على فكره هو عادي جدا ان انت تعطل. يعني شات جي بي تي يا جماعه دلوقتي عطلان، وداون ديتكتور مطلع عامل بوست قايل فيه ان الشات جي بي تي بيدي ايرور، سيرفر ايرور، كل ما تحاول تبحث عن حاجه يديك سيرفر ايرور. فتقريبا هو في مشكله او اندر مينتيننس، بيتعمل له صيانه او كده. فالفكره كلها الهدف كله ان دي شركه كبيره قوي وعندها مشكله وعطلانه. فعادي ان انت بقى عندك مثلا محل، عندك حاجه شركه صغيره، عندك مشكله بسيطه، او عندك مشكله ان انت مثلا تقفل لمده ساعه او ساعتين. الموضوع ده عادي، ما فيهوش اي حاجه. حاجه زي شات جي بي تي عالميه، الناس كلها بتستخدمها وفي نفس الوقت مهنجه، فما فيش اي مشكله. بس يا رب ان شاء الله يرجع تاني. السنه اللي فاتت حصل كده برضو، عملت فيديو عن نفس الموضوع دوت، وقلت ان شات جي بي تي وقف وازاي يحصل كده وبتاع. معظم الناس هتخش دلوقتي تعمل نفس الفيديو دوت وتفضل تقول لك شات جي بي تي عطلان ومش عارف ايه وازاي والكلام ده كله. بس انا بقول لكم ان عادي، دي سيرفرز وفيها كودنج وفيها قصه كبيره، ممكن تكون بتعمل ابديت اندر مينتيننس ايرور لفتره، بيدوا له انفورميشنز اكتر، في حاجه بتحصل. فيا رب يرجع يشتغل لان احنا محتاجينه ضروري. يعني انا بعمل حاجه ومحتاجه فيها جدا دلوقتي.